السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تالتة إعدادي. النهاردة هناخد الجزء الثاني من درس محمد علي وبناء مصر الحديثة. بس قبل ما نبدأ في الدرس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. احنا أخدنا الحصة اللي فاتت أو وقفنا عند البناء الاجتماعي، وعرفنا إن سياسة محمد علي الاقتصادية أثرت في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية في مصر، وعرفنا إنه هيجيك في الامتحان ويقولك مثلا دلل أثر سياسة محمد علي الاقتصادية في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية في مصر. هنقول حيث أدت إلى تدهور واختفاء قوى اجتماعية وظهور قوى اجتماعية أخرى. طيب إيه هي القوى اللي ظهرت وإيه هي القوى اللي اختفت؟ تعالوا نشوف. احنا عرفنا انتهاء نفوذ المماليك كهيئة حاكمة وحلت محلها أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية، تضاءل نفوذ العلماء والأزهر والقيادات الشعبية، وظهور طبقة الأعيان وطبقة عمال الصناعة. وأيضا استمرت طوائف الحرف كوسائط للحكومة، وأيضا تدهور طبقة التجار وظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة. وعرفنا أن طبقة التجار تدهورت بسبب احتكار محمد علي للتجارة. النهاردة هناخد التعليم والثقافة. بيقول لك اهتم محمد علي بالتعليم بما تفسر. هنقول لأنه كان بحاجة إلى موظفين لسد حاجة المصالح الحكومية، هو عايز يسد حاجة المصالح الحكومية، فعشان كده عمل إيه؟ اهتم بالتعليم، وأيضا إعداد فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع، خاصة لسد حاجة الجيش والأسطول. هو عايز يسد حاجتين: حاجة الحكومة وحاجة الجيش والأسطول، فعشان كده هو اهتم بالتعليم. يبقى هيجيك في الامتحان يقولك اهتم محمد علي بالتعليم بما تفسر لأنه كان بحاجة إلى موظفين لسد حاجة المصالح الحكومية، وأيضا إعداد فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع، خاصة لسد حاجة الجيش والأسطول. وركز على اللي في الآخر دول: الجيش والأسطول والمصالح الحكومية. وبيقول لك هو لذلك أقام محمد علي بإنشاء المدارس الحديثة، عمل مدارس حديثة. طيب إيه هي المدارس الحديثة؟ طبعا زمان ما كانش فيه مدارس نهائيا. هو عمل مدارس طب، زراعة، مهندس خانة وغيرها. وقام بإرسال البعثات العلمية إلى أوروبا، يبقى هو أرسل بعثات علمية إلى أوروبا. وبيقول لك من أبرز الأعضاء اللي كانت من تلك البعثات هم رفاعة الطهطاوي وعلي باشا مبارك، وهما الاثنين أسهموا في استمرار النهضة التعليمية بعد عودتهم من أوروبا. يعني هما ما سكتوش، لا، أسهموا في استمرار النهضة التعليمية بعد ما عادوا من أوروبا. وبيقول لك محمد علي استعان ببعض الأساتذة الأجانب. طيب بما تفسر؟ بيقول لك للتدريس في المدارس العليا، عشان يدرس في المدارس العليا لازم يجيب لهم ضابط مدرب على اللغات، يعرف اللغات، يعرف يتحدث ازاي، يعرف يناقشهم ازاي، وايضا المساهمة في الترجمة، وكمان قام بإنشاء المطابع وإصدار الصحف. هيجيك في الامتحان ويقول لك دلل. قام محمد علي بإنشاء المطابع وإصدار الصحف. ليه؟ هيقولك حيث أنشأ محمد علي المطبعة الآميرية في بولاق. بما تفسر برضو قام محمد علي بإنشاء مطبعة آميرية في بولاق. بما تفسر لكي تطبع الكتب اللازمة للمدارس. علشان تطبع الكتب، ازاي هيعمل مدارس من غير الكتب؟ علشان تطبع الكتب للمدارس، وأيضا طبع الكتب الأدبية والفنية، الكتب الخاصة بالفنون والأدب، وأيضا إصدار صحيفة الوقائع المصرية. تعالوا نشوف محمد علي عمل ايه في بناء القوة العسكرية. بيقول لك محمد علي أدرك إن البناء القوة العسكرية هو الدعامة الأساسية. لما هو يعمل قوة عسكرية هتبقى في دعامة أساسية فين؟ في الدولة الحديثة. وبيقول لك إنه محمد علي عمل كده علشان يحقق أهدافه ويبني دولة حديثة. يبقى أدرك محمد علي أن بناء القوة العسكرية هو الدعامة الأساسية بما تفسر لتحقيق أهدافه وبناء دولة حديثة. وكمان بيقول لك كانت جميع مشروعاته
العمرانية والتعليمية بهدف سد حاجة الجيش وبناء القوة العسكرية. هو عامل العمران والتعليم علشان يسد حاجة الجيش وعلشان يبني قوة عسكرية، تمام. وبيقول لك لذلك قام محمد علي بإعداد الضباط. إزاي هيعمل جيش؟ لازم يعد الضباط. اهتم محمد علي بإعداد الضباط، دلل حيث أنشأ العديد من المدارس العسكرية. أنشأ العديد من المدارس العسكرية، منها مدرسة عسكرية في أسوان. وكمان استخدم ضباطا ومعلمين من ذو الخبرة ودارية من أوروبا لهذه المدارس. هو جاب ضباط ومعلمين من أوروبا، عندهم خبرة كده وعندهم دارية علشان تشتغل في المدارس دي، تمام. وكان أشهرهم الكولونيل سيف أحد ضباط جيش نابليون. وأيضا محمد علي أقام بإعداد الجنود. عمل إيه؟ بيقول لك بدأ محمد علي بإعداد أو بتجنيد السودانيين الأول، وبعد كده اتجه لتجنيد المصريين. ليه هو جند السودانيين؟ هو قام بتجنيد السودانيين الأول وبعد كده اتجه لتجنيد المصريين. بيقول لك المصريين أثبتوا كفاءتهم في الانتظام في التدريب، كانوا منتظمين في التدريب، وأيضا إطاعة الأوامر العسكرية، كانوا مطيعين للأوامر العسكرية. التفوق في ميادين القتال الخارجية، كانوا متفوقين في ميادين القتال كلها الخارجية. مين؟ الضباط أو الجنود المصريين. طيب عمل إيه في الأسطول؟ محمد علي اهتم بالأسطول. هيجي في الامتحان يقول لك دلل. قام محمد علي بالاهتمام بالأسطول. هنقول حيث أسس ترسانة في بولاق، ثم في الإسكندرية لصناعة السفن، وزودها بجميع أنواع الأسلحة. يبقى اهتم محمد علي بالأسطول. هيجي في الامتحان يقول لك دلل حيث أسس ترسانة في بولاق ثم في الإسكندرية لصناعة السفن وزودها بجميع أنواع الأسلحة. وبيقول لك كمان إنه محمد علي أنشأ مصانع للأسلحة والذخيرة، وكمان اهتم بالتصنيع الحربي. طب هيجيك في الامتحان يقول لك برهن. قام محمد علي أو اهتم محمد علي بالتصنيع الحربي، دلل. هنقول حيث أنشأ ترسانة في القلعة لتصنيع الأسلحة. أنشأ ترسانة في القلعة لتصنيع الأسلحة. وعمل إيه كمان؟ أنشأ القلاع للدفاع عن البلاد في الإسكندرية ورشيد ودمياط. عمل قلاع عشان يدافع عن البلاد اللي هي اسكندرية ورشيد ودمياط، تمام. دي القوة العسكرية. تعالوا نشوف محمد علي أو سياسة محمد علي الداخلية. عندنا 2 سياسة أو البناء السياسي داخلي وخارجي. تعالوا نشوف الأول الداخلي وبعد كده نشوفه الخارجي. بيقولك محمد علي عندما تولى الحكم عمل على إعادة تنظيم الإدارة. محمد علي لما تولى الحكم قام بإعادة تنظيم الإدارة. كان تنظيم الإدارة في أيام الدولة العثمانية كان الوالي والحكام وزي كده، فاكرين؟ لأ، هو قام بإعادة تنظيم الإدارة. هو خلاها زي ما هي بس أعاد تنظيمها، غير فيها، تمام. وبيقول لك لما محمد علي تولى الحكم عمل على إعادة تنظيم الإدارة في مصر لتكفل له السيطرة الكاملة على شؤون البلاد، وذلك وفقا للإجراءات التالية. تعالوا نشوف الإجراءات اللي قام بها محمد علي. محمد علي يا شباب قسم مصر إلى 7 مديريات. قسم مصر إلى 7 مديريات، وكمان أقام حكومة مركزية مقرها القاهرة. عمل حكومة مركزية يكون المقر بتاعها فين؟ في القاهرة. وكانت هذه الحكومة على رأس النظام الإداري. كانت الحكومة دي على رأس النظام الإداري، ومنها تصدر جميع الأوامر الواجبة التنفيذ. الأوامر لازم تصدر من الحكومة المركزية، تمام. وأنشأ عدة مجالس ودواوين، منها الديوان العالي ومجلس المشورة، وإصدار لائحة جديدة عام 1837 لإعادة تنظيم الإدارة إلى 7 دواوين وحدد اختصاصاتها.
تمام. يبقى محمد علي عمل ايه في البناء السياسي؟ محمد علي في السياسة الداخلية لما تولى الحكم عمل على إعادة تنظيم الإدارة في مصر لتكفل له السيطرة الكاملة على شؤون البلاد، وذلك وفقا للإجراءات التالية. هنقول قسم مصر إلى 7 مديريات، وأقام حكومة مركزية مقرها القاهرة، وكانت هذه الحكومة على رأس النظام الإداري، ومنها تصدر جميع الأوامر الواجبة للتنفيذ. وأيضا أنشأ عدة مجالس ودواوين، منها الديوان العالي، مش الديوان العام، الديوان العام أيام نابليون في حملة نابليون، لا الديوان العالي تبع محمد علي. وأيضا مجلس المشورة، وأيضا أصدر لائحة جديدة عام 1837 لإعادة تنظيم الإدارة إلى 7 دواوين، وحدد اختصاصاتها. تعال نشوف سياسة محمد علي الخارجية. محاولة محمد علي الحقيقية للاستقلال عن الدولة العثمانية، بيقول لك بدأت عندما ذهبت قوات محمد علي لشبه الجزيرة العربية لإخماد الدعوة الوهابية. تبلورت بشكل أوضح عندما ما حدث اشتباك مع السلطان العثماني في الشام. تمام. تعال نشوف سياسة محمد علي أو عمل إيه. حروب محمد علي الخارجية، كان في حروب محمد علي عملها خارجية، في حروب بإرادته هو، وفي حروب بطلب من السلطان العثماني. الحروب اللي تمت بناء على طلب السلطان العثماني اللي هي حروب الجزيرة العربية وحروب اليونان. أما الحروب التي قامت بناء على رغبة محمد علي ضم السودان وحروب الشام. تعالوا ناخد أول حرب، وهي حروب الجزيرة العربية سنة 1811 إلى عام 1819، الحروب الوهابية، وكانت بناء على رغبة السلطان العثماني. طيب تعالي نشوف الأسباب بتاعتها إيه. بيقول لك القضاء على الدعوة الوهابية التي تهدد نفوذ الدولة العثمانية في الجزيرة العربية. هم عايزين يقضوا على الدعوة الوهابية علشان هي بتهدد الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية. طيب النتائج بتاعتها، بيقول لك نجح محمد علي في السيطرة على الجزيرة العربية. محمد علي نجح في السيطرة على الجزيرة العربية. وهناخد ضم السودان، وضم السودان دي كانت سنة 1820 إلى عام 1822، ودي كانت ببناء من رغبة محمد علي، بناء على رغبة محمد علي. أسبابها رغبة محمد علي في تحقيق أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية. لا ده هو عايز يحقق أهداف. إيه هي الأهداف؟ سياسية واقتصادية وعسكرية. تعالوا نشوف عمل إيه. النتائج بتاعتها امتداد النفوذ المصري إلى جنوب السودان. النفوذ المصري أصبح جنوب السودان، وإيه تاني؟ وإنشاء مدينة الخرطوم العاصمة، لا والعاصمة بتاعتنا الخرطوم. تمام. وأيضا اكتشاف منابع النيل، وبعد كده هو اكتشف منابع النيل. يبقى نتائج ضم السودان امتداد النفوذ المصري إلى جنوب السودان، وإنشاء مدينة الخرطوم العاصمة، واكتشاف منابع النيل. تعالوا نشوف حروب اليونان عمل إيه فيها محمد علي. حروب اليونان كانت عام 1821 إلى عام 1828، ودي كانت بناء على رغبة السلطان العثماني. يبقى ضم السودان كانت بناء على رغبة محمد علي. حروب شبه الجزيرة العربية كانت بناء على طلب السلطان العثماني. حروب اليونان كانت بناء على رغبة السلطان العثماني. تعال نشوف أسبابها. بيقول لك رغبة السلطان العثماني في القضاء على ثورة اليونان في المورا. السلطان العثماني كان عايز يقضي على ثورة اليونان في المورا، والتي طالبت بالاستقلال عن الدولة العثمانية، عشان هي طلبت بالاستقلال عن الدولة العثمانية. فقام السلطان العثماني بالطلب من محمد علي أن يقوم حرب على اليونان. تعالوا نشوف النتائج بتاعتها إيه. طبعا النتائج بتاعتها هزيمة محمد علي وتحطيم الأسطول المصري في موقعة نافارين عام 1827. محمد علي انهزم، وتم تحطيم الأسطول المصري في موقعة نافارين عام 1827. وكمان ضم جزيرة كاريت لولاية مصر. تمام. تم ضم جزيرة كاريت أو كرت لولاية مصر.
علو مكانة مصر الدولية نتيجة لتفاوض الدول الأوروبية بدأت تتفاوض، فده يدل على علو مكانة مصر الدولية مع محمد علي لإنهاء الحرب عام 1828. بدأت الدول الأوروبية تتدخل لأنها رأت إن محمد علي النفوذ بتاعه زاد، فبدأت تتدخل. تمام. بيقولك مما ساعد على نمو الانفصال عن الدولة العثمانية وتحقيق استقلال مصر. تمام. تعالوا نشوف عمل ايه محمد علي في حروب الشام. حروب الشام كانت سنة 1831 إلى عام 1839، ودي كانت بناء على رغبة محمد علي. يبقى عرفنا نظام السودان وحروب الشام دي بناء على طلب محمد علي. أما حروب اليونان وحروب شبه الجزيرة العربية كانت برغبة من السلطان العثماني. بيقولك أسباب حروب الشام توتر العلاقات بين محمد علي والسلطان العثماني. العلاقات بدأت تتوتر بين محمد علي والسلطان العثماني. طيب بما تفسر هيجيك في الامتحان توتر العلاقات في حروب الشام بين محمد علي والسلطان العثماني؟ هنقول بسبب تفاوض محمد علي مع القوة الأوروبية لتأمين انسحاب الجيش المصري من المورا. محمد علي تفاوض مع القوى الأوروبية إنه هو ينسحب بالجيش المصري من المورا. وأيضا تصميم محمد علي الانفصال واستقلاله بمصر. هو كان مصمم إنه هو ينفصل عن الدولة العثمانية ويستقل بمصر. أحداثها بيقول لك واجه محمد علي الدولة العثمانية في حربي الشام الأولى والثانية. النتائج بتاعتها وصول القوات المصرية إلى الشام وأعالي الفرات، وصول القوات المصرية إلى الشام وأعالي الفرات، وامتداد النفوذ المصري في بلاد الشام. ودي حروب الشام، حروب محمد علي على الشام. تمام. تعالوا نشوف عمل ايه محمد علي أو التدخل الأوروبي مع محمد علي. بيقول لك التدخل الأوروبي في شؤون مصر. لما الدول الأوروبية رأت نفوذ محمد علي زاد أو بدأ محمد علي يسيطر على مصر، فبدأت تتدخل في شؤون مصر. بيقول لك أدركت الدول الأوروبية إن محمد علي يمثل خطرا على مين؟ على التوازن الدولي نتيجة انتصاراته وازدياد نفوذه. يعني ايه؟ يعني محمد علي كان بيمثل خطر على التوازن الدولي. ليه؟ لأن انتصاراته كانت كتيرة وازدياد نفوذه برضه كان شديد، مما يهدد مصالحها. هيهدد المصالح بتاعتها. واحنا عارفين ان أوروبا هو الدول الأوروبية عايزة توسع الموقع أو عايزة توسع التجارة بتاعتها على حساب الشرق. تمام؟ فبيقول لك فتدخلت في مفاوضات مع السلطان العثماني. الدول الأوروبية عملت مفاوضات مع السلطان العثماني لإيه؟ لفرض ما تراه من شروط على محمد علي. كانت عايزة تفرض شروط كده على محمد علي. وكمان انتهت بمعاهدة تسمى معاهدة لندن عام 1840. تعال نشوف ايه معاهدة لندن أو نصت على ايه. معاهدة لندن الدولية عام 1840 الأسباب بتاعتها انتصارات محمد علي وبخاصة في حروب الشام وتهديده للسلطان العثماني، وأيضا ازدياد نفوذ وقوة محمد علي التي مثلت خطرا على التوازن الدولي. تعال نشوف شروط المعاهدة. بيقول لك إعادة بلاد الشام والجزيرة العربية إلى السلطان العثماني. أن يقوم محمد علي بإعادة بلاد الشام والجزيرة العربية للسلطان العثماني، وأيضا تثبيت محمد علي في حكم مصر وإعلان خضوعه للسلطان العثماني. يعني إيه؟ يعني محمد علي يبقى والي على مصر، بس أي حاجة يطلبها السلطان العثماني هو ينفذها، يبقى تحت أوامره. تمام؟ تعال نشوف الفرمانات اللي عملها السلطان العثماني. بيقول لك سنة 1840 السلطان العثماني عمل فرمانين، فرمان واحد وفرمان تاني. طيب تعال نشوف ايه نصت على ايه الفرمانات دي. بيقول لك أصدر السلطان العثماني
فرماني عام 1841، والفرمان الأول في يونيو عام 1841، وينص على أن يصبح حكم مصر وراثيا لأكبر أبناء محمد علي. حكم مصر يكون وراثي لأكبر أبناء محمد علي سنا من الذكور. والفرمان الثاني ينص على ولاية محمد علي على السودان في نفس العام. يبقى الفرمان الأول بيقول لك يعني وراثة كوراثة، يعني محمد علي الأبناء أو أكبر ابن عنده هو يبقى والي على مصر بعد ما يموت محمد علي. ده الفرمان الأول. الفرمان الثاني ينص إن محمد علي يبقى ولاية، ينص على ولاية محمد علي على السودان في نفس العام. طيب ايه المقصود بالفرمان؟ بيقول لك أمر سلطاني من قبل سلطان الدولة العثمانية واجب التنفيذ. يبقى أمر سلطاني من قبل سلطان الدولة العثمانية واجب التنفيذ. وبكده يا شباب نكونوا خلصنا درس محمد علي وبناء مصر الحديثة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.